من كان يظن يوما أن الحال على حدود بلدين مسلمين جارين يتقاسمان أواصر العقيدة واللغة والقرابة، سيصل إلى هذه الدرجة من الاستفزاز ونفث سموم الحقد والكراهية. إذا كان الملك وشعبه على قلب رجل واحد فيما يتعلق بأخوة البلدين ووحدة قضيتهم الفلسطينية، فمن سمح لهؤلاء الشرذمة باللعب على الوتر الحساس والعزف على نغمة التفرقة بدعوى دعم الوحدة الترابية للمغرب؟ فليعلم كل ذي لب عاقل وفهم نافذ أن من كانت شيمته الغدر والخيانة على مر التاريخ لا تهمه أبدا لا قضيتك ولا قضية غيرك، إنما هي مصالحه يقضيها وخراب يخلفه وراءه ومصيبة ستحل على الإخوة الأشقاء ما لم يحكموا صوت العقل والحكمة.